بيبدأ الجزء الأول من فيلم الرعب انسيديوس في بيت مهجور، وبيكون في عيلة اتنقلت فيه جديد وكلهم نايمين، وساعتها بيظهر جن على شكل واحدة ست وهو بيبتسم وباين انه ناوي على شر. وتاني يوم بتصحى الأم اللي اسمها ريناي وبتقعد تتفرج على ألبوم صور الفرح بتاعها، فبيجي ابنها دالتون يقعد معاها وبيعرفها انه معرفش ينام كويس ومش مرتاح في اوضته، فبتقوله انه مرتاحش عشان لسه ما اتعودش على البيت الجديد. وبعدها بتدخل المطبخ عشان تجهز الفطار وبتتكلم في التليفون، فبيجي جوزها جوش يعرفها انه رايح الشغل وبيودعها وبيمشي. وبعد شويه بتسمع ريناي صوت جاي من سطح البيت، فبتروح تشوف فيه ايه وبتلاقي غرفه مهجوره في السطح، فبتخرج من الاوضه وبتقعد مع اولادها في الصاله. وبالليل بيجي جوش من الشغل وبيكون ابنه دالتون قاعد على السلم لوحده، وفجاه بيلاقي باب الغرفه المهجوره بيفتح لوحده، فبيدخل يتفرج عليها وبيطلع على السلم عشان يشغل النور، ولكن السلم بيتكسر بيه وبيقع على الارض، فبيشوف حاجه بتتحرك جنبه وبيفضل يصرخ بصوت عالي، فبتسمعه ريناي هي وجوش وبيروحوا له بسرعه وبيلاقوه واقع على الارض، فبيرجعوه اوضته عشان ينام وبيحذروه ما يدخلش الغرفه دي تاني. والصبح بيروح جوش يصحيه، فبيلاقيه ما بيردش عليه وما بيتحركش تماما، فبينقله للمستشفى وبيقول له الدكتور ان ابنه دالتون دخل في غيبوبه، والغريب انه عمل له اشعه وما لقاش عنده اي مرض او حاجه تخليه يدخل في غيبوبه، وبيعرفه انه اول مره يشوف حاجه زي دي. وبعد 3 شهور بيكون دالتون لسه في غيبوبه وبيضطر اهله يرجعوه للبيت وبيجيبوا له ممرضه عشان تهتم بيه وتركب له محاليل. فبتحزن ريناي وبتروح تعزف على البيانو، وفجاه بتسمع صوت مرعب خارج من السماعه بتاعه بنتها الصغيره وبيفضل يزعق، فبتجري على غرفه بنتها وبتلاقيها بتعيط ومش بتعرف سبب الصوت المرعب ده، فبتروح تنيم ابنها فوستر وبتتفاجئ انه بيقول لها انه عاوز ينام بعيد عن دالتون لانه بيمشي بالليل وهو نايم. فبتستغرب ريناي لان دالتون في غيبوبه بقاله 3 شهور ولسه ما فاقش منها، وبتفتكر ان فوستر بيتخيل. وبالليل بتتكلم مع جوزها جوش وبتحكي له موضوع الصوت المرعب، وفجأة بيسمعوا صوت خبط جامد جاي من باب البيت، فبيروح جوش عشان يشوف فيه ايه ومش بيلاقي حد وبيشغل جهاز الانذار. وساعتها بتسمع ريناي صوت بنتها وبتروح تطمن عليها، وفجأة بتلاقي جن شكله مرعب واقف قدامها، فبتترعب وبتنادي على جوش اللي لما بيروح يشوف فيه ايه مش بيلاقي حاجة وبيكون الجن اختفى. وبعد شوية بيسمعوا صوت جهاز الانذار وبيعرفوا ان في حد دخل البيت، فبيروح جوش يبص على الباب وبيلاقيه اتفتح لوحده ومفيش اي حد دخل البيت. والصبح بتتكلم ريناي مع الممرضة وبتلاقي على سرير دالتون اثار ايد عليها دم، فبتبدأ تقلق وبتشك ان البيت ده مسكون وفي جن شرير، وبتتصل على جوش عشان يجيلها فورا. وفعلا بيروح لها جوش وبتقول له انها عاوزة تنقل من البيت ده، فبيرفض بحجة انهم ممكن يكونوا بيتخيلوا مش اكتر. وبالليل بتحلم ريناي بكابوس وبتصحى مفزوعة، وفجأة بتلاقي شخص بيتمشى قدام اوضتها وبيهجم عليها، فبتفضل تصرخ وبيجري جوش عشان يطمن عليها ومش بيلاقي حاجة. وساعتها بتنهار ريناي من العياط وبتترجاه يمشوا من البيت ده، فبيوافق وبينقلوا البيت جديد، وهناك بتساعدهم والدة جوش وبيرتبوا البيت. ولما ريناي بتخرج ترمي الزبالة بتشوف ولد غريب بيرقص في الصالة وبعدها بيختفي، فبتدخل أوضة ولادها عشان تطمن عليهم، وفجأة بتلاقي الألعاب بتتحرك لوحدها وبيخرج الولد من الدولاب وبيجري وهو بيضحك ضحكة مخيفة، فبتفهم ان ده جن وبتنهار من العياط. وبعد شوية بتجيب قص للبيت وبتحكي له اللي حصل، فبيجي جوش وبتحكي له ريناي كل حاجة، وكالعادة بيكون مش مصدق ان في حاجة اسمها جن، فبتقول له والدته ان ريناي عندها حق وبتحكي له انها حلمت انها دخلت بيتهم وشافت جن في أوضة ابنهم دالتون، ولما سألته هو عاوز ايه شاور على دالتون وقال لها انه عاوز ياخد روحه. وبعد ما بتخلص كلامها بتشوف الجن ورا جوش وبيختفي تاني، وبيسمعوا صوت خبط في غرفة دالتون، فبيروحوا الغرفة بسرعة وبيتفاجئوا انها متبهدلة تماما ودالتون واقع على الارض، فبيتأكدوا انه لسه عايش وفي مرحلة الغيبوبة. فبتقول لهم والدة جوش انها هتتصل بواحدة ست تعرفها اسمها إليس هتقدر تساعدهم يطردوا الجن ده. وبعد شوية بيجي المساعدين بتوعها اللي اسمهم سبيكس وتاكر وبيبدأوا يصوروا كل الغرف اللي في البيت بالأشعة البنفسجية عشان يشوفوا لو في اي اثار للجن. وفجأة بيشوف سبيكاس جن قدامه على شكل بنات مرعبة، فبيترعب وبيبعد عنهم. وساعتها إليس بتوصل البيت وبتدخل غرفة دالتون، فبتشوف الجن وهو واقف على الحيطة وبتوصفه لتاكر عشان ترسمه، وبيبان انها الوحيدة اللي شايفاه. وبعد ما بتخلص بتقعد تحكي ريناي وجوش ان البيت مش مسكون ولا حاجة، ولكن الجن بيطارد ابنهم دالتون، وبتعرفهم ان دالتون مش في غيبوبة ولا حاجة ولكن موجود في عالم الجن والارواح، وده لان دالتون اتولد عنده موهبة انه بيقدر يعمل اسقاط نجمي من غير ما يحس وبيكون فاكرها مجرد احلام. وبتشرح لهم إليس ان الاسقاط النجمي ده عبارة عن ان الشخص بتخرج روحه من جسمه وبيمشي في عالم
عالم الجن، وبيقدر يشوف الجن والشياطين، وجسمه بيكون في حالة غيبوبة في عالم البشر. عشان كده دالتون دلوقتي تايه في عالم الجن ومش عارف يرجع لجسمه، وكل دقيقة بتعدي مش في مصلحته لأن الجن بيقرب من جسمه وعلى وشك إنه يستحوذ عليه. فبيتصدم جوش من كلامها وبيكون مش مصدقها وشايف إن ابنه تعبان مش أكتر، وبيطردها هي والمساعدين بتوعها. وبعد شوية بيدخل غرفة دالتون وبيتكلم معاه وهو قلقان عليه، وبيقول له لو كنت في عالم الجن اديني أي إشارة. فبتقع واحدة من رسومات دالتون على الأرض، وبيفهم جوش إن دي الإشارة، وبيتفاجئ إن دالتون راسم الجن اللي إليس شافته، وكمان راسم رسمة غريبة فيها باب أحمر. فبيصدق كلام إليس وبيقرر يخليها تساعده. وفعلا بتيجي إليس وبتعمل جلسة عشان تتكلم مع دالتون في عالم الجن، فبتلبس قناع على وشها عشان تخلي دالتون يستحوذ على جسمها ويعرفهم اللي بيحصل معاه. فبينادي عليه تاكر المساعد بتاع إليس وبيسأله انت فين بالظبط في عالم الجن. فبيستحوذ دالتون على جسم إليس وبيقول له انه في مكان غريب ومش هيقدر يتكلم اكتر من كده عشان في جن مرعب واقف قدامه ولو سمعه هيأذيه. وساعتها بيصرخ وبيقول ان الجن سمعه، وفجأة بيستحوذ الجن على جسم دالتون وبيوقعهم كلهم، وبيفضل يدمر في المكان وبيكون عايز يخلص عليهم. فبتمسكه إليس وبتقول تعويذة عشان تخرجه من جسم دالتون، وفعلا بتنجح في ده وكل حاجة بترجع طبيعية مرة تانية. وبعدها بتيجي والدة جوش وبتحكي له انه لما كان عنده 8 سنين كان عنده ميزة انه بيقدر يعمل اسقاط نجمي، عشان كده ابنه دالتون ورثها منه. بس المصيبة انه لما كان صغير كان في جن على شكل ست عجوزة دايما بيطارده، وبعدها بتوري له والدته الصور عشان يصدق كلامها، وبيتفاجئ ان الجن كان دايما وراه في الصور وبيقرب منه عشان يستحوذ على جسمه. ولكن وقتها إليس ساعدته وبعدت الجن عنه. ومع مرور الوقت جوش فقد ذاكرته بخصوص الجن ده، فبتقول له إليس انه هو الوحيد اللي يقدر ينقذ ابنه دالتون، والحل الوحيد انه يعمل اسقاط نجمي ويروح لعالم الجن، وهناك يدور على روح ابنه دالتون لحد ما يلاقيه ويرجعه لجسمه في اسرع وقت. وبتنبه عليه ما يتكلمش او يلفت انتباه اي حد من الجن لانهم لو عرفوا انه عامل اسقاط نجمي هيستحوذوا على جسمه. فبيوافق جوش وبتبدا إليس تعمل له تنويم مغناطيسي عشان يعمل اسقاط نجمي ويدخل عالم الجن. وفعلا بينجح جوش وبيعمل اسقاط نجمي وبتخرج روحه من جسمه، وساعتها بيفضل يتمشى لحد ما بيشوف ابنه دالتون وهو بيشاور له على بيتهم القديم. فجوش بيدخل البيت وبيلاقي جن كتير عايشين هناك، وفجأة بيلاقي باب احمر شبه رسمة الباب الاحمر اللي دالتون رسمها. فبيقرر انه يدخله عشان يدور على دالتون، وفجأة بيهجم عليه جن غريب وبيفضل يضربه. فبيحاول جوش يدافع عن نفسه وبيزقه بعيد وبيدخل الباب الاحمر، وهناك بيلاقي نفسه في مكان مرعب وبيشوف دالتون وهو قاعد بيعيط ومربوط بسلسلة. فبيحاول يفكه وبيتفاجئ بالجن اللي عايز يستحوذ على جسم دالتون قدامه وبيهجم عليه وبيوقعه على الارض. فبيقوم جوش وبياخد ابنه وبيهرب بسرعة عشان يرجعوا لجسمهم، ولكن بيلاقوا نفسهم في مكان ضلمة وحواليهم جن وشياطين كتير. وفجأة البيت بيتهز بريناي واللي معاها، وبيطلع ان الجن بدأوا يخرجوا لعالم البشر. فبيستغل جوش الفرصة وبيطلع يجري هو وابنه وبيدخلوا البيت، وهناك بيتفرقوا عشان كل واحد فيهم يرجع لجسمه ويخرجوا من عالم الجن. ولما دالتون بيدور على جسمه بيتفاجئ بالجن اللي بيطارده قدامه وبيجري وراه، وساعتها بيلاقي جوش هو كمان الشيطان اللي على شكل واحدة ست واللي كان بيطارده من وهو صغير. فبيقول له جوش انا مش خايف منك ومش هتقدر تعمل لي حاجة. فبيضحك الشيطان ضحكة مخيفة كأنه بيخطط لحاجة، وساعتها بتحاول ريناي تفوق جوش وبتفضل تشجعه عشان يخرج من عالم الجن ويرجع لجسمه. وفعلا جوش بيرجع لجسمه وبيفوق اخيرا، وكمان بيفوق دالتون هو كمان، وبيفرحوا كلهم عشان اتخلصوا من الشياطين. وبعد شوية جوش بيتكلم مع إليس وبيشكرها على مساعدتها ليه هو وعيلته. فبتبص له إليس وهي مصدومة وبتحس ان في حاجة غريبة بتحصل، فبتاخد كاميرا وبتصور جوش وهي مرعوبة. وفجأة بيهجم عليها وبيخنقها لحد ما بتموت وبيخرج من المكان. فريناي بتيجي تشوفها وبتتفزع وبتترعب اكتر لما بتشوف الكاميرا. والصدمة بقى ان الشيطان اللي على شكل ست استحوذ على جسم جوش اساسا لما كان في عالم الجن، وهو اللي خلص على إليس عشان ينتقم منها لانها كشفته وبعدته عن جوش وهو صغير. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا. ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.